انا مش عايز حد يسمع الكلام ده ويزعل مني، لان صدقني ده تفكير معظم المغتربين اللي بيسيبوا مصر. مساء الخير. بصراحة انبسطت جدا ان السلسلة عجبتكم وكمان عايزين نكمل، بس في حاجة عايز اوضحها مهمة جدا، وهي ان السلسلة دي مش غرضها اني ازم او انتقد في بلد معينة او حد معين او حتى انتقد مكان الشغل اللي انا كنت فيه. بالعكس خالص، كلام هنا هيبقى عن تجربة الغربة في العموم بس كده، والغرض هو توضيح بعض المواقف اللي ممكن تحصل مع اي حد مغترب. وعلى فكرة أنا متأكد إني هلاقي ناس كتير جدا هتأكد على الكلام والمواقف اللي أنا هقولها. طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن لقيت ناس كتير جدا داخلين على الرسائل وزعلانين قوي وعمالين يقولوا إن أنا برمي فشلي على اللي حواليا، واللي يقول أنت بتنقل صورة سلبية للغربة، وكلام كده غريب حسسني إن أنا كائن جاي من المريخ، أو إني بخترع الأحداث اللي بقولها، أو أنا بقى فعلا ذكاء اصطناعي زي ما أنتوا بتقولوا كده. عموما يلا بينا نبدأ الجزء التاني ونسيبنا من الرغي ده. اتصل بيا قريبي عشان يقول لي ازاي اغير الاوراق بتاعتي. هو كان محتاج ان المهنه اللي في البطاقه تبقى زي المهنه اللي هتكون في التاشيره. فطبعا انا توقعت ان الموضوع سهل، مفيش مشكله فيه، يعني هروح السجل المدني واقول لهم غيروا لي المهنه وخلاص عادي كده. بس لما رحت اتفاجئت ان محدش عارف حاجه عن الموضوع ده، ومفيش حاجه اسمها اصلا تغيير مهنه. تغيير مهنه دي لازم تكون عن طريق مكان شغلك، لان المهنه بتتحط بناء على مؤهلاتك الدراسيه. طبعا لفيت لف جامد جدا عشان اعرف تغيير المهنه ده هيتعمل ازاي، وفي الاخر ما عرفتش برضه. بقيت اروح من السجل المدني للتأمينات للجوازات، محدش عارف حاجة خالص عن الموضوع ده. كل ما اجي اسأل اي حد البطاقة بتتغير ازاي او المهنة يعني، يقول لك ما ينفعش، وكأن الموضوع ده مستحيل. الغريبة ان قريبي قال ان في بعض الناس اتبعت لهم التأشيرة ولكن ما عرفوش يسافروا بسبب ان هم ما قدروش يغيروا المهنة. طبعا انا بعديها جات لي حالة احباط غير عادية، وحسيت كده ان الدنيا يعني ايه اسودت في وشي. بس فجأة قلت لنفسي، طب وانت زعلان ليه؟ ما انت كده كده ما كنتش عايز تسافر اصلا، وهي جت من عند ربنا، ورحت ماشي على كده. بس بعد كام يوم لقيت قريبي بيتصل بيا وبيقول لي ان الموضوع سهل جدا، وطلع في جهه موجوده في مصر هي دي اللي بتغير البطاقه للناس المغتربين، او بتغير المهنه للمغتربين يعني. ايه بقى الجهه دي؟ الجهه دي اسمها تامينات العاملين بالخارج. طبعا الكلام ده كان من زمان، لكن دلوقتي الاجراءات بقت معروفه وبقت سهله جدا يعني. المهم ان تامينات العاملين بالخارج دي انت بتروح تديها العقد اللي هم باعتينه لك اللي هو فيه المهنه بتاعتك، وبناء على العقد ده بيختموا لك ورق البطاقه المصريه بالمهنه الجديده، وبعد ما تطلع البطاقه تقوم عامل الباسبور على طول، وخلص الموضوع على كده. وفعلا رحت على تامينات العاملين بالخارج دي ومعايا ورق البطاقه، بس قبل ما يغيروا المهنه طلبوا مني ان انا ادفع الرسوم بالدولار، وكانت دي اول مره في حياتي ان اتعامل مع عملات غير العمله المصريه. المهم ان انت بتدفع القيمه بالجنيه عادي بس بما يعادل الدولار، هم مش محتاجين منك الدولار يعني. بس اكيد طبعا انا ما كانش معايا دولار ساعتها، فرحت دافع لهم القيمه دي بالجنيه المصري، واستلمت ورق البطاقه وهو مختوم وتمام التمام، ورحت طالع على السجل المدني مسلم الورق، والبطاقه طلعت بعد يوم او اتنين. بعدها رحت واخد البطاقه وطالع على الجوازات وخلصت الباسبور وكله تمام التمام. بس اللي ما كنتش عارفه ان دي الخطوه الاولى للاوراق، في بقى لسه حاجات تانية كتير. في توثيق الشهادات بتاعتك، شهادة المؤهل يعني، توثيق بقى من كذا جهة، وزارة الخارجية والسفارة، وبعد كده هتروح تسلم الأوراق دي كلها للسفارة بتاعت البلد اللي انت مسافر ليها. وطبعا انت ما بتروحش السفارة نفسها، لا لا لا، في مكاتب معتمدة هي اللي بتخلص لك الأوراق. بتروح كده ايه تسلمهم الباسبور بتاعك والعقد والقصة دي كلها، والحاجة تقعد عندهم أسبوع ولا 10 أيام، وبعدين يبعتوا لك يقول لك ايه كله تمام وتعالى استلم الباسبور وعليه التأشيرة. ولما رحت المكاتب دي اتفاجئت بكمية ناس كتير جدا مسافرين. كنت فاكر ان انا لوحدي اللي مسافر، كان في بقى منهم اللي مسافر وفرحان، واللي مسافر وهو طفشان، واللي مسافر عشان مش عايز يرجع هنا تاني. يعني شفت ناس اشكال والوان. المهم طبعا ان قبل الكلام ده انا كنت عرفت الشغل بتاعي ان انا هسافر، وفهمتهم ان انا قدامي شهر او شهرين واخلص ورقي وامشي على طول. وطبعا المفاجاه كانت من ردود الافعال، لان كان في اللي بيفرح لي وفي اللي كان بيحقد عليا، وفي اللي كان بيحاول يحبطني باي طريقه. يعني مثلا يقعد يقول لي العيوب اللي في البلد اللي انا رايحها دي، وطبيعه الناس عامله ازاي وممكن ما تعرفش تعيش، ويحاول يسود لي الدنيا باي طريقه. بس كان باين الكلام ده، والحقد باين قوي في العينين، والكلام مش بيبان انه نصيحه خالص يعني. بس اكتر حاجه فاجئتني بقى هي صاحب المكان اللي انا كنت بشتغل فيه يعني. لما سمع رقم المرتب اللي انا طالع عليه استغرب جدا، وقال لي ده قليل قوي، يعني انت خد بالك العيشه هناك عاليه، والمرتب ده ممكن ما يكفيكش اصلا، وحتى لو كفاك مش هتعرف تحوش منه. الراجل ده كان بيحبني جدا، وانا عارف ان هو لا يمكن يقول لي حاجه غير اللي في مصلحتي. انا عارف كده لان اتعاملت معاه سنين طويله، ومتاكد ان هو لا يمكن يضللني. بس طبعا انا وقتها ما كنتش سامع اي حاجه من اللي هو بيقولها دي خالص. انا كان كل همي ان هو يوافق من غير ما يزعل، مش عايز ازعله يعني لانه راجل كويس،
مع ان انا كان جوايا شعور كامل بالبيع ومش فارق معايا اي حاجه، حتى لو زعل مش فارقه. بس برضه لان الراجل ده كان تاريخه معايا كويس جدا وعمره ما عمل معايا حاجه وحشه، بصراحه كنت حاسس ان لازم يكون هو راضي عن السفر. المهم خدت الموافقه منه بالرضا، ولقيته بيقول لي لو احتجت ترجع هنا تاني في اي وقت المكان بابه مفتوح. بصراحه يعني الكلام بتاعه اثر فيا جدا وحسسني كده ان انا يعني زعلان ان انا همشي. المهم ان انا بعد ما خلصت الاوراق بقيت قاعد مستني ان قريبي يكلمني عشان يقول لي هسافر امتى. في الوقت ده كنت ساعات بخرج مع اهلي، بخرج مع صحابي، بس كنت حاسس في اي خروجه ان انا في دنيا غير الدنيا. بكون قاعد معاهم بس مش سامع اي حاجه من اللي هم بيقولوها، مش مركز يعني. وكل تركيزي هسافر امتى، هعمل ايه، الحياه هتمشي ازاي، المستقبل، كل الكلام ده. والكلام ده يعني كان داخل دماغي بطريقه مش عايز يطلع خالص، طول النهار في دماغي شغال. بس كان ساعات بيحصل شويه حاجات كده بتوقفني عن التفكير، زي ان انا مثلا الاقي واحد صاحبي متغاظ جدا ان انا مسافر وباين قوي، وعمال يتريق عليا وكميه حقد وتنمر غير عاديه. يعني عايز اقول لكم ان الفتره دي عرفتني معادن ناس كتير جدا، يعني عرفت مين بيفرح لي ومين بيزعل عليا ومين بيحقد عليا. بخلاف الكلام ده بقى كانت بتحصل لي حاجه غريبه جدا، كنت كل شويه بعيط، مش عارف ليه. بعيط بقى فرحان ولا زعلان ولا خايف، انا مش عارف الشعور ده ليه كان بيجي لي كل شويه كده. وفي اي موقف اشوفه قدامي، يعني في فرقه مثلا او في غربه او سفر، على طول دموعي تنزل وانا لسه ما سافرتش اصلا. الموضوع كان جديد عليا في شخصيتي في الوقت ده بصراحه. بس كنت دايما لما بتحصل الحاله دي بحاول ان انا اطلع منها باي طريقه، باني مثلا اعمل الحسبه اللي هي بين الجنيه المصري وبين العمله البلد اللي انا رايحها دي، واقعد كده احسب بقى الحسبه اللي هي بتاعت المغتربين اللي لسه مسافرين لاول مره، اللي هي المرتب الشهر بكذا، يبقى السنه بكذا. يعني انا لو قعدت 3 4 سنين يبقى معايا كذا. طبعا الموضوع ده كان بيخليني اهدى خالص واكون متقبل اي حاجه بتحصل. بس اللحظات اللي كانت بتتعبني فعلا لما كنت بقعد مع ابويا وامي، وكنت بحس من نظرات عينيهم ان فيها حزن غير عادي، وكل نظره منهم بتعبر ان هم يعني حاسين ان هم هيبقوا لوحدهم. ونفس الشعور ده بيتنقل لي على طول، وبحس ان انا هروح هناك وهكون لوحدي برضه زيهم. بس كنت برجع واقول يا واد انت رايح عشان تكون مستقبلك، ما تزعلش، انت رايح تعمل حاجه حلوه. واذا كانوا زعلانين عليك النهارده فبعد كده هيبقوا مطمنين عليك جدا واكتر من اخواتك التانيين. المهم ان بعد ايام جات لي رساله على الموبايل ان التاشيره خلصت خلاص، والمفروض ان انا هروح استلم الجواز او الباسبور من المكتب اللي انا سلمت الاوراق فيه. وعايز اقول لكم ان اليوم ده كان منظم جدا عن يوم تسليم الاوراق. يعني انا فاكر يوم تسليم الاوراق ده المكتب كان فيه ضرب نار وناس عماله تتخانق وناس بتزعق، لكن يوم التسليم ده كان منظم جدا. يعني رحت هناك، خدت رقم، وبالظبط نص ساعه كده او ساعه واستلمت الباسبور على طول. لما مسكته في ايدي بقى كده، بصيت على التاشيره، حسيت اني فرحان قوي ومش مصدق ان الموضوع هيمشي خلاص، يعني الاحلام اللي في دماغي كلها هتتحقق. ومشيت وانا مبسوط على الاخر. وطبعا لما روحت البيت ووريت الباسبور لمراتي، اول ما شافته قعدت تعيط، بس كانت فرحانه لانها كانت حاسه ان خلاص اخيرا حياتنا هتتغير للاحسن. انا بعد ما خلصت الاوراق بتاعتي بقيت حاسس بحاله كده من الاستقرار غير عاديه. يعني كنت بخرج مع اصحابي ومع اهلي وانا حاسس اني خلاص ماليش دعوه بقى بمصر دي، خلاص بقى ماليش دعوه بالتعقيدات الموجوده ولا قله الفلوس ولا كل الكلام ده. ما كانش في حاجه فارقه معايا خالص، لاني عارف ان انا رايح مكان الحياه فيه منظمه وحياتي هتبقى مستقره. فبقيت ببص على اي حد حواليا وبقى يصعب عليا، سواء بقى اخواتي، صحابي، جيراني. بقيت ابص لهم بصه كده ان انا خلاص بقى انا بكره هبقى اعلى منهم بكتير. انا مش عايز حد يسمع الكلام ده ويزعل مني، لان صدقني ده تفكير معظم المغتربين اللي بيسيبوا مصر. معظمهم بيبقى فاكر ان هو خلاص باع الدنيا كلها والولاء الكامل للبلد اللي هو رايحها. ده احساس بيجي لك اوتوماتيك كده، فمحدش يزعل من الكلام لاني برضو كنت صغير ساعتها. والغرض من الكلام ده يعني هو التوعيه، عشان لو انت مسافر ولا حاجه بلاش تدخل الاحساس ده جواك، لازم يبقى عندك انتماء لبلدك مهما حصل منها. المهم ان انا طبعا بعد ما خلصت الاوراق اتصلت بقريبي وقلت له خلاص انا كده خلصت. فلقيته بيقول لي طب تمام، استمتع بقى يا باشا بشويه الوقت اللي باقيين لك في مصر، عشان انا هبعت لك التذكره وبسرعه لانك هتسافر قريب قوي. بس انا بقى ما كنتش عارف ان القريب اللي هو قال عليه ده هيبقى قريب قوي كده، لان لقيته بيتصل بيا بعد يومين، واليوم ده كان يوم الاحد، وقال لي تذكرتك يوم الجمعه الجايه ان شاء الله الساعه 9 في مطار القاهره بوابه 3. طبعا انا بعد ما قفلت معاه حسيت كده ان انا اتخطفت، وحسيت ان انا متضايق شويه، يعني ما كنتش مبسوط. بس في نفس الوقت قلت خلاص نركز بقى في الفتره اللي جايه عشان نقدر نخلص ونرجع بسرعه. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان الناس اللي بتسافر دي انواع. في نوع بيبقى مسافر وهو مش عايز يسافر اصلا، وفي نوع بيبقى مسافر فرحان جدا انه مسافر.
وفي نوع بيبقى مسافر لانه هيطفش من وضع مضايقه، سواء بقى وضع مادي او وضع اجتماعي. وهقول لك حكايه الوضع الاجتماعي دي. في ناس بيبقى في مشاكل بينها وبين اهلها، فالسفر بيكون حل في الوقت ده. يعني كنت اعرف واحد صاحبي يعني اتجوز في بيت عيله، وحصلت مشاكل كبيره جدا جدا بين مراته وامه، واول ما جاله عرض سفر راح واخد مراته ومسافر على طول. هو ما كانش مسافر عشان مستوى ولا حاله ماديه ولا كده، لا 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 لا، هو كان مسافر عشان يهرب من الوضع اللي هو فيه. فزي ما بقول لك كده، في ناس بتسافر للهروب. طبعا الخبر بتاع السفر ده نزل عليا زي الصاعقه، ونزل على اهلي ومراتي برضه كانه خبر حزين. يعني كانوا بيضحكوا في وشي بس عينيهم كلها دموع، وكانت قعداتنا كلها عباره عن هزار وضحك وذكريات، بس لازم نعيط في اخر القعده كلنا من كبرنا لصغيرنا. المهم ان انا بعدها انا ومراتي رحنا نقفل الشقه بتاعتنا، ودي كانت لحظه صعبه جدا لاننا قعدنا نفتكر كل الذكريات بتاعتنا. هو احنا كنا متجوزين يعني بقالنا لسه شهرين، ففي الشهرين دول حصلت حاجات كتير جدا، حاجات حلوه وحاجات وحشه، بس حاجات لا يمكن تتنسي. انا كان عندي احساس ساعتها غريب جدا، كنت حاسس ان انا عايز ابيع كل حاجه. يعني انا فاكر في الوقت ده ناس كتير قالت لي ان انا كيس الشقه، يعني اقفل العفش بتاعي كده باكياس عشان ما يبوظش، لان انا هغيب سنه كامله فممكن ارجع الاقي العفش بايظ. بس انا ما كانش في بالي الكلام ده، كنت بقول ايه، ما يبوظ هجيب غيره. يا ريت لو حد مغترب وكان بيجيله الاحاسيس دي يكتب لي في الكومنتات، لان انا بصراحه لو رجع بيا الزمن هيكون تفكيري غير كده تماما. خلصنا تقفيل الشقه ورحنا واخدين شنطنا ورحت اقعد عند والدي ووالدتي لحد بقى ما اسافر. طبعا في الوقت ده كانت الحاله النفسيه للبيت كله سيئه جدا، لان انا عمري ما بعدت عنهم الفتره الطويله دي، وكمان دي اول مره اسافر بره مصر. واكتر حد كنت شايف الحزن في عينه طبعا بخلاف والدتي ومراتي هو ابويا. يعني لاول مره في حياتي اشوف عينيه مدمعه وحمرة بالطريقه دي طول النهار، كل ما ابص له الاقيه بيدمع، وكل شويه يقعد يحضني ويشجعني ويديني نصايح وحاجات اخد بالي منها وانا هناك. الله يرحمك يابا. المهم ان الاسبوع ده عدى بسرعه جدا وجه يوم السفر، وبصراحه اليوم ده مش هقدر انساه، من اصعب الايام اللي معلقه في ذاكرتي. لان في اليوم ده كلنا صحينا تقريبا الساعه 5 الفجر، او تقريبا ما نمناش، لان الطياره كان ميعادها 9 الصبح، وانت المفروض او انا يعني المفروض اكون قبل ميعاد الطياره ب3 ساعات او ساعتين. رحت قايم مصلي ولامم شنطتي ومودعهم. طبعا كان وداع صعب جدا، لان اليوم قلب مش حلو، حتى ان امي وابويا ما قدروش ان هم ينزلوا ويروحوا معايا المطار، فودعتهم من على الباب ومشيت كده من بره على طول. المهم اخواتي راحوا معايا ومراتي، وطبعا طول الطريق كنا ساكتين، واخويا الكبير عمال يضحك ويهزر ويحاول يلطف الجو، بس انا كنت ماسك نفسي جامد جدا طول الطريق. ولكن قعدت ابص على الشوارع والطرق بقى والاماكن اللي كنت بروحها، حسيت اني بشوفهم لاول مره في حياتي. الطريق اللي هو كده من اول الجيزه وبيعدي على المنيل وبعدين الملك الصالح، وبعدين يروح للسيده عيشه، وبعدين يعدي صلاح سالم مصر الجديده، وبعدين يوصل في الاخر لحد المطار. كنت حاسس ان الطرق دي انا اول مره بشوفها في حياتي. حسيت كده احساس المخطوف. يمكن انا شخص غريب بس ده اللي حصل لي ساعتها. واول ما وصلنا للمطار اتفاجئت ان اخويا راح مطلع 900 جنيه وراح مديهم لي، دي كانت اخر فلوس معاه. الكلام ده كان سنه 2007، يعني ده رقم كويس يعني. عايز اقول لكم ان انا من كتر ما كنتش مركز نسيت خالص موضوع الفلوس ده، او بمعنى صح ما كانش معايا فلوس. دي كانت اول مره اسافر فيها بره مصر، واول مره اركب طياره، والعلاقه اللي كانت بيني وبين مطار القاهره هو ان احنا بس بنوصل قرايبنا اللي بيسافروا، ما اعرفش حاجه غير كده. بس عمري ما تخيلت ان انا في يوم هدخل المكان ده واكون انا الشخص اللي بيودعوه وهو مسافر. المهم طبعا ان انا ما كنتش عارف الاجراءات، بس لقيت ناس ولاد حلال هناك كانوا مسافرين، مشيت معاهم وخلصت الاجراءات. وانا داخل بقى في المكان اللي هو بنستنى فيه الطياره، كانت امي مدياني ولاعه بوتاجاز وبرفان، معرفش مديهم لي ليه. لقيتهم وقفوني على الباب وطلعوا الحاجات دي، الجهاز اللي هو بيلقط الحاجات اللي في الشنط يعني، وراحوا شايلينها وقالوا ممنوع تطلع بيها الطياره. المهم انا زعلت جدا عليهم، برغم ان انا يعني ايه، يعني مش زعلت عليهم كقيمه، لكن زعلت عليهم ان هم كانوا من امي. يعني الموضوع تعبني قوي يعني. رحت عند صاله الانتظار بتاعه الطياره وفضلت قاعد ساكت كده ومتنح، ودماغي واقفه تماما عن التفكير. وفضلت الحاله دي لحد ما ركبت الطياره. انا كنت قاعد في الطياره جنب الشباك، واتفاجئت ان انا شايف نفس المنظر اللي بنشوفه في جوجل مابس ده، بيوت صغيره كده وعماله تبعد لحد ما اختفت تمام وما بقاش باين غير السحاب. انا في اللحظه دي غمضت عيني كده وعدى قدامي شريط ذكريات حياتي كلها في ثواني، ولقيت دموعي بتنزل بطريقه غير عاديه. وعند اللحظه دي بدات فعلا احس يعني ايه غربه. وبس كده انتهى الجزء ده، ولو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.